ب7635 كلمة حاول الرئيس بشار الأسد تقديم كل أفكاره التي أراد إيصالها للمواطنين عبر اتخاذه جامعة دمشق منبرا لها. الأسد أسهب في خطابه الأخير الذي بلغت مدته 75 دقيقة، متجاوزا المدة التي استغرقها خطابه الأول بحوالي 20 دقيقة، ليحل في المرتبة الثانية وبفارق دقيقة واحدة عن الزعيم الليبي معمر القذافي الذي يتربع على عرش الخطابات الأطول ب76 دقيقة. خطاب الأسد تمت مقاطعته والتصفيق له من قبل الحضور 20 مرة، وهو ما يعني انخفاض العدد إلى ما دون النصف عن الخطاب الأول الذي قوطع من قبل أعضاء مجلس الشعب 44 مرة. وربما يكون للمكان الذي ألقي فيه الخطاب بصفته صرحا أكاديميا دور في هذا الانخفاض. عندما استبدلت فصول الإزهار والإثمار بفصول المؤامرة والقتل، لكن حتى فصول المؤامرة تزهر في سوريا. ما يلفت الانتباه كثيرا هو تقلص تكرار كلمة المؤامرة بكافة اشتقاقاتها. الخطاب الأول ردد الأسد هذه الكلمة 21 مرة، لكن الخطاب الأخير اكتفى بترديدها 9 مرات فقط، رغم أن مدة الخطاب الأخير أطول من سابقه. أما الكلمات المكررة في الخطاب الأخير بشكل ملاحظ فقد جاءت في مقدمتها كلمة الحوار في سياقات مختلفة، وهو ما يبدو أنه الرهان الذي يصر الأسد على التمسك به لتجاوز الأزمة كما وصفها. إذا أردنا أن نبدأ الحوار، من يشارك بالحوار؟ بنفس الكم الذي تكررت فيه كلمة الحوار خرجت كلمة القانون من فم الأسد. وفي تأكيد على خيار الإصلاح الذي قال الرئيس السوري إنه عنوان المرحلة القادمة، فقد ردد الأسد هذه الكلمة 34 مرة. ولا إصلاح عبر التخريب ولا عبر الفوضى. لكن الفساد الذي يعتبر معكوس مصطلح الإصلاح لم يرد على لسان الأسد سوى 10 مرات. أما كلمتا دراسة ولجان التي اعتبر كثيرون ترديدها محاولة لكسب الوقت لا غير، فقد وردت الأولى 9 مرات في الخطاب، أما الثانية فكررها الأسد 11 مرة. لكن ما سنقوم به الآن مباشرة هو تشكيل لجنة لإعداد دراسة بكل الأحوال لموضوع الدستور، يعني نختصر الزمن. عدنان السوادي، العربية. نعطيها مهلة شهر، على ما أعتقد يكفي شهر، وتطرح الدراسة على الحوار الوطني، وعندها يكون الجدول الزمني واضح بشكل دقيق.